تعبانه على طول، بطني مش بتخس، نومي متلخبط، تحاليلي كويسه بس انا مش حاسه اني كويس. خبطت على كل الابواب، ما طلعش من الاكل، ما طلعش من الفيتامينات، طلع من الكورتيزول. مين الكورتيزول ده وفايدته ايه لما هو مبهدلنا كلنا كده؟ واهم سؤال، ازاي نقلله بطريقه واقعيه تناسب حياتنا؟ الكورتيزول هو هرمون اسمه المعروف هرمون الاسترس او التوتر. في الاصل بيطلع من الغده الكظريه علشان يعمل حاجات مهمه قوي لجسمنا. بينظم السكر في الدم، بيساعد الجسم يصحى الصبح ويساعدنا نواجه وقت ما يكون في خطر، وبيحفز المناعه اللي بتواجه اي امراض جايه. طب ما هو حلو اهو ابن ناس، امال فين المشكله؟ المشكله لما يفضل عالي طول الوقت. زمان التوتر كان لحظات، زي حيوان مفترس هيهجم عليك مثلا، خطر سريع بس موقف وبينتهي. لكن دلوقتي مفيش حيوان مفترس، بس التوتر شغال 24 ساعه. ضغط شغل، مسؤوليات، كريدت كارد لازم يدفع، اقساط لازم تتسدد، مشاعر ما ينفعش تطلع، تفكير زياده، وقله نوم. لما الكورتيزول بيعلى ويفضل عالي بتبقى النتيجه دهون عنيده في البطن، صعوبه في نزول الوزن، ارق ونوم متقطع، وتعب مزمن، وضعف مناعه، واضطراب هرمونات، وكريفنج للسكر والنشويات. الجسم بيعيش كانه في حاله حرب، ومفيش حرب من غير خسائر. طيب ازاي تعرفي ان الكورتيزول عندك عالي؟ بتصحي تعبانه، بطنك اخر حاجه بتخس، جعانه جدا طول الوقت، نومك خفيف، بتعيطي بسهوله ومتعصبه على طول، وتحسي انك شايله الدنيا لوحدك. تعالي لي بقى عشان انت شخص غالبا بيعمل غلطه من دول: يا دايت قاسي جدا، يا صيام طويل، كافيين على معده فاضيه، تمارين عنيفه مع قله نوم، عامله فيها قويه ومش بتشتكي ابدا، ودايما بتحاولي تسيطري على كل حاجه. اقصد اقول ان ساعات اللي بتعمليه علشان تبقي اصح هو نفسه اللي بيكسر جسمك من جوه. طيب من الاخر كده، الكورتيزول ده بينزل ازاي؟ واحد، النوم مش رفاهيه، حطي شويه مجهود في جوده نومك. نامي بدري، قللي شاشات قبل النوم، ضلمي الاوضه كويس، وطبعا نامي بالليل مش بعد ما النهار يطلع. النوم لوحده يقلل الكورتيزول 30%. اتنين، كلي بذكاء، ودي قلناها كتير. افطري بروتين، قللي سكر، اشربي ميه، واهم حاجه ما تجوعيش نفسك. 3، اتحركي، مش لازم جيم، ممكن مشي، استرتش، حركات خفيفه. الجسم المرهق كتير بيبقى مش محتاج يرتاح، بيبقى محتاج يتحرك. 4، النفس. تصدقي ان طريقه النفس لوحدها ممكن تقلل الكورتيزول بمنتهى البساطه؟ نفس عميق وبالراحه، الشهيق في 4 ثواني، والزفير بالراحه جدا في 6 ل 7 ثواني. لو عملتي كده 5 دقايق بس في اليوم، فرقهم في مستويات الكورتيزول كبير جدا. 5، الحدود النفسيه. اتعلمي تقولي لا، مش كل حاجه مسؤوليتك، ومش لازم تكوني قويه وقد الدنيا. 6، العلاقات الصحيه. لو مفيش في حياتك حد او 2 تقدري تكوني معاهم على حقيقتك، وتعيطي وتفضفضي وتصيحي معاهم للصبح، وكمان يستوعبوا صياحك ده ويطبطبوا عليكي، الكورتيزول عمره ما هينزل. العلاقات الصحيه واحده من اهم الحاجات اللي بتوطي الكورتيزول بشكل درامي، والصياح مفيد جدا بس مع الناس الصح. الكورتيزول العالي مش عيب عندك، هو بس جسمك بيحاول يحميكي وبيقولك خلي بالك مني. ودلوقتي بعد ما اتفرجتي على الفيديو اسالي نفسك، ايه اكتر حاجه حاسه انها عندك فعلا هي السبب في زياده الكورتيزول؟ وايه الخطوه الصغيره اللي تقدري تبداي تعمليها من النهارده؟ وطبعا اعملي لايك وسبسكرايب، وابعتي الفيديو لحد حاسه انه ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده.